اكيد كيف ما ذكرتي كاين واحد لا ديسيبسيون كبيره وكبيره بزاف، اننا كنا كنمنيو النفس باش نمشيو للنهائي. آه، على حساب مجريات المقابله كنظن على انه بدينا بواحد بزاف ديال لي ديشي تكنيك. كان شويه ديال التسرع كذلك فاش كنا كناخذوا البالون. هاد 20 دقيقه الاولى كنا تنبغيو نمشيو للامام بواحد السرعه مفرطه، وكنا من خلالها كنضيعوا الكور. من بعد دخلنا في المقابله تدريجيا، تمكنا من احراز هدف وجرينا المقابله بطريقه جيده حتى لبين الاشواط. دخلنا كذلك واقفين بطريقه جيده، كنا عارفين بان الفريق الخصم هذه يضغط وهذه يحاول يكتف من الهجمات ديالو، ولكن كنظن باننا كنا واقفين بطريقه جيده حتى جات هذيك الكره اللي يمكن درنا واحد الخطا ديال ان كنا في غنى عنه، انه كان عندنا زياده عدديه. كانت الكره بامكاننا اننا في موقع بحال هكا نضربوها للامام، ماشي عيب كذلك خصوصا في حاله بحال هذيك، وخصوصا اننا ما رابحين بواحد كان يمكننا اننا ما ناخذوش لو ريسك. مي يعني هذا درس كذلك لهاد اللاعبين الشباب المستقبل، باش انهم يعرفوا بان بعض الاحيان على حساب لا سيتوياسيون هي اللي كتجعلك انك دير يعني الحاله اللي مواتيه لهذيك لا سيتوياسيون. وهذا الهدف جا في واحد الوقت اللي شويه حرج، لانه جا في وقت اللي كنا احنا واقفين مزيان. كانوا هما كما تنقولوا بحال باردين، بحال فيقناهم من بعد ولاو اكثر خطوره. وفي فتره من الفترات غيرنا كذلك لو بلوك ديالنا، طلعناه ولينا كذلك حنا افضل. في هذاك الوقت اللي ولينا افضل بقات غاديه المقابله حتى تقريبا لذاك الدقيقه اللي جا داك الهدف عن طريق واحد سهو في لو روبلي، وجا في وقت قاتل لان ما سمحناش كذلك حتى باش نديروا اوراق ديالنا الهجوميه، مع رغم اننا حاولنا ولكن التوقيت كان قليل بزاف. على العموم الخير فيما اختاره الله مره اخرى. ولكن خصنا دابا كاينه ديسيبسيون كبيره، مي كاين ميداليه اللي خصها تربح، وهذا خصنا اننا يعني بكل صراحه نسويتشيو من هاد لا ديسيبسيون العاوتاني، اننا نديروا المقابله ديال الخميس ان شاء الله، باش اننا نكونوا على الاقل نجحنا هذا المجيء ديالنا لهنا، وما يمكن له يكون ناجح الا بميداليه ان شاء الله نرجعوا بها للمغرب.